السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. كل عام وحضراتكم بألف خير. معانا النهاردة حلوة جميلة جدا، كل المصريين بيحبوها جدا. وجبة الرز باللبن. أنا هنا مختارة مقدار لبن لتر كامل مع كوباية متوسطة من الرز. بسلقه الأول. كنت بوريكم مقدار المية البسيط اللي فضل فيه بعد السلق. طبعا بسلقه كويس جدا وبحطه على نار هادية لحد ما يستوي تماما. واول ما بلاقي المية بتاعته قلت خالص تكاد تكون مش موجودة زي ما وريتها لكم في اول الفيديو، بضيف لتر لبن دافي على الرز على النار. وببدأ أسيبهم برضو يكملوا بقية السوا بتاعهم مع بعض، يعني الرز بيكمل بقية سواه في اللبن. وطبعا ما اسيبش القشطة ابدا، يعني القشطة دي من اجمل الحاجات اللي بتديله طعم تحفة. بضيف هنا القشطة اللي هي كانت متكونة على اللبن زي ما انتوا شايفين كده. ودي اجمل شيء، بتخلي الرز بلبن ليه طعم تاني وفي حتة تانية خالص يعني. بسيبه ياخد سواه على نار هادية خالص، ما تخافوش مش هيفور منكم ولا اي شيء. انا سايبه هنا في المخرفه اللي هي الخشب دي برضو بتساعد على انه ما يفرش بسرعه. وبخليه على نار هاديه تماما لحد ما يوصل التركايه بقى اللي كل المحلات بتعملها. هنا انا كنت لقيت ان اللتر مش كافي فزودت حبه كمان. طبعا على حسب كل نوع رز احنا بنستعمله وكميه النشا الخاصه اللي في الرز يعني. فهنا انا ضفت حبة لبن بس كمان. وضفت 2 معلقتين كبار آه آه كريم شانتي خام، او الاكياس المتوفر موجود عندكم يعني، مع كيسين فانيليا او معلقة فانيليا ممسوحة. كمان هضيف كوباية كاملة من السكر، وطبعا السكر والمذاق بتاعه متروك لكل واحد فينا، عارف طبعا أسرته بتحب السكر قد ايه. وبدوب الأول الفانيليا كويس قوي، علشان برضو الفانيليا نخلي بالنا لو زادت بتمرر الرز بلبن. وكريم شانتيه لو ما تقلبش كويس برضو بيعمل تكتلات، فلازم نقلبه كويس جدا. انا مش عارفه هنا رحت فين، غبت لي كده. تقريبا كنت بجيب السكر. هنا كمان بضيف السكر. وبعد ما بقلبه والسكر يدوب تماما، تيجي الخطوه الاهم في عمايل الرز بلبن كلها، اللي هي بنسيبه لحد ما بلاقي في طبقه متكونه من فوق الوش، اللي هو بيقولوا عليه التخثر. يعني عايزة الطبقة اللي من فوق دي تبقى مكرمشة كلها، يعني معناها القشطة كلها اتكونت عندي من فوق. ودي أجمل مرحلة بنوصل لها في الرز بلبن، وبتدي طعم تحفة جدا وقوامه بيكون مناسب زي المحلات بتاعت برا بالظبط يعني. وهوريكم برضو بعد ما اغرفه هتبقى الطبقة دي موجودة في كل الأطباق، في كل الأطباق، لأني بحاول أوزع الوش على كل الأطباق. هنا بقول لكم ان انا هسيبه لحد ما نحصل على الطبقة اللي احنا عاوزينها ديت. ما بتستغرقش 5 دقايق يعني او 7 دقايق بالكتير. لما بلاقيه بيغلي كده من الجوانب وبيطلع الفقاقيع دي كلها كده، هنا بيبتدي يطلع الوش بتاعه اهو كله من فوق داير داير كده، ومش هيفور ما تقلقوش ابدا يعني. زي ما احنا شايفين كده، انا حتى مقربه لكم الكاميرا علشان يعني يا رب تكون موضحه
الوش اللي اتكون عندي اهو زي ما احنا شايفين الوش ابتدى يتكون كله. ما نستعجلش بقى ونطفي على طول في المرحلة دي، لا بنستنى برضو حاجة بسيطة كده لحد ما يتجمع عندي كله في النص. وهبدأ أغرفه هنا زي ما بوريكم كده، بس بوزع الوش على كل الأطباق، يعني ما أقلبش بقى في المرحلة دي، ما أقلبش وأغرف، لا أنا بوزع الوش على كل الأطباق. الكمية اللتر دي الحمد لله طلعت 9 طواجن من اللي احنا شايفينهم دول، طواجن كبيرة ما هي الصغيرة. فيعني طبعا الطبق بره أنا فوجئت ب35 جنيه، احنا جايبين كيلو اللبن كله ب35 جنيه، يعني حاجة لا تذكر. الفانيليا والكريم شانتيه والسكر برضو، يعني لو هنضيف لهم برضو حاجة بتاعت 20 جنيه، يعني احنا مكلفين الموضوع كله من 50 ل55 جنيه ل9 طواجن. والله حتى العلبة اللي هي بتتباع بره او الطاجن الصغير اللي بيتباع بره بالرز بلبن ده اللي ب35 ما بتبقاش بالحجم اللي احنا حاطينه ده كمان. فطبعا في البيت اوفر وانضف واجمل. وعارفين اللبن برضو مصدره ايه؟ طبعا ده لبن بلدي كامل الدسم من واحد موثوق منه جدا، وبيتغلي الاول لما بنجيبه، وبعد كده بنبتدي نستعمله في اللي احنا عاوزينه. اللبن المبستر او المعلب طبعا لا يصلح خالص للرز بلبن خالص، يعني اللبن الطبيعي بيدي طعم تاني خالص في الحلويات عموما. كده انا وزعت الوش بتاع اللبن على الطواجن كلها، وهوريكم كمان بعد لما يخلص بيبقى شكله عامل ازاي. وما شاء الله هنا 9 طواجن محترمين. ولو وصلتوا معايا للفيديو هنا لحد هنا، يا رب الطريقة تكون عجبتكم والوصفة تكون عجبتكم. بنزوقها بقى بالطريقة اللي احنا عايزينها، جوز الهند، زبيب، مكسرات، قرفة، عايزينه سادة خالص زي ما تحبوا. وما تنسوش اللايك والشير، ودمتم بألف خير.